السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة نتكلم عن اللود وإزاي نبدأ ندخل الأحمال. طيب، هنفتح الكتاب ده الأول ونبدأ نتكلم عن اللود. طيب دلوقتي اللود اللي بيشيله التراس هو جوينت لود. تمام، كل جوينت بيشيل لود. تمام. اللود اللي بيشيله عندنا 3 أنواع من اللود، عندنا ديد لود، تمام، وعندنا لايف لود، وعندنا ويند لود. طيب، اول حاجة عندنا الديد لود. تمام، الديد لود هنا بيساوي ايه؟ طيب انا عايز اول حاجة اساسا الديد لود ده انا عايزه بوينت، مش ديد لود ده كده يونيفورم، انا عايزه بوينت، يبقى لازم ازود هنا اقول ايه؟ بوينت ديد لود. طيب، البوينت ديد لود هنا شامل ايه؟ شامل الديد لود بتاع المين سيستم. تمام، الديد لود بتاع المين سيستم ذات نفسه، وده بيبقى له قيم محددة هنبدأ نشوفها قد ايه ونبدأ ناخدها. ماشي، مضروب في الاس، تمام، مضروبة في الاي. طيب ليه انا بضرب في الاس وليه بضرب في الاي؟ انا عندي اللود اهو، مثلا انا عايز احط بوينت لود هنا، فالبوينت لود هنا بيشيل نص الاس من هنا ونص الاس من هنا، يعني نص الاس من هنا ونص الاس من هنا، يبقى بيشيل مسافة مقدارها اس. تمام ماشي، بس دوت concentrated load على اريا، مش concentrated load على لاين، فما ينفعش يتضرب في اس بس، لازم كمان بيتضرب من الايه، ايه، نص الايه من هنا، من البرلين دي للبرلين دي نص الايه، وهنا كمان نص الايه، يبقى ايه؟ يبقى ديد لود في الاس في الايه. تمام. هنا مش هنقسم على كوزاين الفا ولا كوزاين سيتا ولا كوزاين اي حاجه، ولا هيبقى في اسم خالص، لان ديد لود تاثيره الاسفل. تمام، مفيش اي حاجه. اما لو هنقول بقى زائد الويت، اللي هو الويت ايه؟ الكفر. تمام، اللي هو الويت كفر شيت، ماشي، مضروبه في الاس ومضروبه برضو في الاي. خلاص، بس هنا هنقسم على كوزاين الفا او كوزاين سيتا على حسب اسم الزاويه. خلاص. طيب، الديد لود هنا ده الديد لود بتاع المين سيستم، وده ممكن ناخده 20 كيلو جرام على المتر، مثلا 25 30 على حسب، هنشوف هناخده ازاي دلوقتي. اما ده الويت كفر. الويت كفر ان المشكلة ان النظام بتاعنا بيبقى جاي بزاوية كده، تمام، فالزاوية بتاعته دي بيبقى عليها لود مايل. تمام، ده اسمه الويت كفر، اللي هو اللود المايل. طيب، اشمعنى هنا قسمنا على كوزاين الفا؟ اشمعنى هنا ما قسمناش؟ هنا اللود بيأثر لتحت، اما اللود هنا جاي على زاوية ميل. طيب ازاي نقدر نتعامل؟ ازاي بقى نبدأ نتعامل؟ او كوزاين الفا دي جت منين؟ هنشوف. دلوقتي احنا عندنا المسافة دي مقدارها ايه؟ ادي المسافة اهي مقدارها ايه، اكنه بيم كده اهو، عليها اللود بيأثر على عمودي على مستوى الايه؟ عمودي على مستوى الصفحة، مش عمودي على المنبر، لا، ده عمودي على مستوى الصفحة اللي انا شغال عليها. تمام، وهنا عندي مسافة مقدارها A. طيب، وهنا مسافة مقدارها مثلا هنسميها A داش. خلاص. طيب، هنركز الحمل ده اللي هو ده الويت كفر بقى. تمام، ده الويت كفر هنركزه في النص كده اهو، بقى بالشكل ده. خلاص. طيب، ركزناه في المنتصف اهو. طيب، عم تيجي تركز حمل، مش المفروض ان انا بضرب الحمل في مسافته؟ طيب، الحمل مسافته هنا ايه داش في الحمل اصلا اللي هو الدبليو. تمام، يبقى دبليو في ايه داش بس كده؟ لا، ما هو لازم نضرب في اس، ما هو على مساحه، دي مساحه، مش لاين، ده مش لاين، ده مش بيم او لاين عليه ديستريبيوشن لود، ده مساحه، انا بفهمك بس. خلاص. تمام، يبقى اصبح الاي داش في الدبليو في الاس. طيب، انا مش لسه بقى عم اجي احلها اقعد اشوف زاويه ميل كل جزء من ده وكل جزء من ده، لا، انا مش عايزها بدلاله الاي داش، انا عايزها بدلاله الايه. طيب، بسيطه في ثانيه اهي، لو عندنا هنا زاويه سيتا وعندنا هنا المسافه دي مقدارها اي داش. عندنا اسف، المسافه دي ايه والمسافه دي ايه داش. طيب، لو قلنا كوزاين سيتا، مش كوزاين سيتا هنا بتساوي المجاور اللي هو A على الوتر اللي هو A داش، فانا لو عايز اجيب ال A داش دي
هتبقى A على كوزين سيتا، فانا هشيل ال A داش دي هتبقى A على كوزين A سيتا، فاصبح اللود عبارة عن W في S في A على كوزين سيتا اهي، W في S في A على كوزين سيتا. خلاص، يبقى احنا كده جبنا ازاي بنجيب البوينت ديد لود. طيب والكفر شيت ده ممكن ناخده 5 7 10 12، وهنشوف دلوقتي ان شاء الله. كده اتكلمنا عن الديد لود، نبدأ بس نحذف الكلام اللي احنا اتكلمنا ده كله بس، ويا رب تكون الفكرة وصلت. طيب دوت لو هنتكلم عن الايه يا باشمهندس، كده احنا لو اتكلمنا عن البوينت ديد لود، خلاص احنا كده اتكلمنا عن البوينت ديد لود اللي هو البوينت لود اللي هيتركز عندنا على الممبر هنا، اللي احنا عارفين ان التراس ما بيشيلش ديستريبيوشن لود، هو بيشيل جوينت لود. فاضل يا باشمهندس عندي دي حالة تحميل اللي هي حالة تحميل الديد لود. في حالة تحميل بقى اللي هي اللايف لود برضو. خلاص، طيب اللايف لود هيبقى عندنا بيساوي بقى؟ طبعا هو هيبقى بوينت، يبقى نحط هنا نقول ده بوينت لايف لود. طيب البوينت لايف لود ده بيساوي والله البوينت لايف لود ده يا باشمهندس هيساوي برضو نفس الكلام، حمل اللايف لود مضروب في في الاس في الاس في ده اللي هو تركيز مساحة. طيب تركيز حمل على مساحة. طيب تعالى بقى نشوف اللايف لود ده بيتجاب منين. قال لك اللايف لود ده له علاقة، بيقول لك 60 ناقص 66 تمام بوينت 66.6 تقريبا، تمام، تان مضروب في تان الفا اللي هي زاوية الميل، تمام. وعندنا كمان جزء بيقول لك، وعندنا كمان جزء بقى اللي هو يبقى عبارة عن 200 ناقص 300 تان الفا. بستخدم اللايف لود دوت لو السطح بتاعي غير مستخدم، يعني بيبقى كفر شيت زي ده كده. اما لو هيكون سطح مستخدم عليه يبقى عليه ناس او كده، هنضطر نستخدم اللايف لود دوت. طيب ده بالنسبة برضو لللايف لود، يبقى اصبح عندي حالة تحميل تانية اسمها لايف لود. خلاص، هنا برضو حالة تحميل تانية لايف لود، يبقى جوينت لود على على الممبرز. خلاص كده. معلش بس عشان برنامج الفيروس ده مضايقني جدا وانا بشرح، يا رب بس نشتغل تاني. طيب دلوقتي احنا كده خلصنا الديد لود واللايف لود والويند لود. تعالى بقى نشوفهم وبقى نرجع نتكلم على الويند لود. احنا خلصنا الديد لود واللايف لود، تعالى نشوفهم بقى النظام اهو. بيقول لك بقى عندنا الاحمال نوعين، هي احمال ديد لود واحمال لايف لود، تمام. طيب بالنسبة للاحمال الديد لود ماشي، في اوزان المبنى الحديد بمكوناته. اما اللايف لود والاحمال الرئيسيه الاحمال التي تكون موجوده على المبنى. وعندنا احمال سنويه اللي هي الويند لود. طيب والاحمال السنويه دي هي الاحمال التي تكون موجوده من فتره لاخرى، يعني الرياح مش بتتكرر كل يوم. خلاص، والهدف من هذا الدرس هو ان نتعلم حساب الاحمال المين سيستم. طيب ده اللي احنا لسه دارسينه فوق طبعا، ماشي. تعالى بقى هنا بيقول لك ولا هنا ماشي، بيقول لك عندنا الديد لود اللي احنا لسه متكلمين عنه فوق. اول حاجه قلنا الديد لود عباره عن الاون ويت اوف ستيل ستراكشرال، وعندنا الاون ويت اوف كفر شيت. طيب عندنا بقى الاون ويت عباره عن هو عباره عن وزن الترس، وزن البرلين والسايد جيرتس والباقي المكونات. اما هنا فهو عباره عن وزن الصاج وزاويه ميل السطح، تمام، اللي هو الكفر شيت اللي بنحطه، تمام. طيب هو عباره عن وزن الصاج بس، ماشي. طيب اللود بقى هنا بقى بوينت ديد لود. طيب بوينت ديد لود، اما هنا يبقى بوينت ديد لود على الاثنين، لاننا عارفين ان الستيل عما يجي يشيل هنا البوينت ديد لود، تمام، هيشيل من المنتصف للمنتصف. مش هو بيشيل مش هو لما بيشيل من هنا لهنا،
ده الايه بتاعته بيشيل من منتصف من منتصف، اما ده شال نص بس، فالبوينت ديد لود هيبقى على الايه الاتنين. تمام تمام. خلاص كده. طيب هو بيقول لك تركيز المساحه اللي احنا اتكلمنا عليه، وده الكفر شيت. بيقول لك الكفر شيت ده لو هنستخدم كفر شيت واحد بالشكل ده هيبقى وزنه من 5 ل 8 كيلو جرام، اما لو هنستخدم دبل لير جزئين يبقى من 12 ل 18 كيلو جرام. طيب انزل تحت. بيقول لك هو بيقول لك بقى الاونويت اوف ستيل ستراكشر، اللي هو بقى الاونويت اللي احنا اتكلمنا عنه خالص، اللي هو ده الاونويت اوف ستيل ستراكشر، اللي هو عباره عن الديد لود في الاس في الايه اول ايه ترم. طيب عباره عن ايه؟ قال لك بتاخد من 20 ل 35 كيلو جرام. تمام. وذلك لانه كلما زاد الاسبان يزيد الدبس، ويزيد الدبس التراس باقي الاليمنتس، وبالتالي يزيد وزنه. ودائما ناخذ الدبليو اس مساويه للسبان. طب احنا عندنا سبان 20 ده للفريم وسبان 25، يبقى ناخد كام؟ 25 كيلو جرام. خلاص. ننزل تحت. طيب هنا البوينت ديد لود زي ما احنا اتكلمنا عباره عن الدبليو في الاس في الاي، ودبليو ده بتاع المين سيستم. اما الثانيه الجزء الثاني او الترم الثاني عباره عن الدبليو في الاس في الاي على كوزاين ايه الفا، وهو اتكلم هنا على كوزاين الفا، والكلام اللي انا شرحته في البدايه ايه خالص. تمام. طيب بعد كده اللايف لود عندنا ايه؟ اكسسبل روف، اللي هو الايه سطح يمكن الوصول اليه بسلالم مثلا، يعني سطح مستخدم من ان اكسسبل روف، سطح غير مستخدم. طيب هنا 60 ناقص 66، انا الدبليو لايف لود بقى عباره عن ايه؟ 60 ناقص 66.67 تان الفا، اما هنا عباره عن كام؟ 200 ناقص 250 تان الفا. طيب وممكن تجيبها بالمنحنى ده، ممكن تجيب اللايف لود بالمنحنى ده، بس خلينا شغالين بالايه بالجزئين دول احسن. طيب وطبعا اللايف لود نفس الكلام، البوينت لايف لود هنركزه ونقسمه على الاثنين. ادي البوينت لايف لود عباره عن الدبليو لايف لود في الاس والاي، والدبليو لايف لود اتكلمنا اللي هي عباره عن 60 ناقص 66 بوينت كام؟ 60 ناقص 66.7 تان الفا. تمام. 66.67 تان ايه الفا. طيب ونفس الكلام برضو طبعا اللايف لود بيأثر في الاتجاه الجاذبيه رأسي، وبالتالي ايه مش هنقسمه على كوزاين الفا. طيب بالنسبه بقى للويند لود، الويند لود عباره عن السي اي في الكي في الكيو. هنتكلم دلوقتي نطلع فوق، نمسح ده نطلع فوق بس عشان ايه نتكلم على الايه الويند لود. اول زي الحته بسيطه دي اللي احنا اتكلمنا عليها بس اهي حته الجزء دي. طبعا احنا عارفين ان الزلزال لما بيجي يضرب بيضرب سوري مش الزلزال الويند لود. طبعا الويند لود اهي الويند لود هيبقى ديستريبيوشن لود على الايه على العنصر اللي هو على الكولوم، وهيبقى جوينت لود على الايه، وهيبقى جوينت لود بس هيبقى ايه بقى لفوق. تمام. وهيبقى جوينت لود على الايه على التراس. تمام. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي حاجتين في الويند لود، جوينت لود وديستريبيوشن لود، لان الحمل هنا طيب ماشي كنت الحمل هنا بضربه في الاس في الايه، اما الحمل لما يقع على العمود هيبقى ايه اس بس. خلاص. طيب تعالى نشوف بقى الايه الديد لود ده بيتجاب ازاي، الويند لود ده بنحسبه ازاي. ادي الويند لود اهو. هنقول بقى عباره عن ايه. قال لك الويند لود عباره عن السي اي في الكي في الكيو. طب انا مش عايز السي في الكي في الكيو، انا عايز بوينت ديد لود. طيب البوينت ديد لود هنا بيساوي ايه يا باشمهندس؟ البوينت ديد لود عباره عن الايه؟ عباره عن حمل الرياح اللي هو عباره عن السي اي في الكي في الكيو مضروبه بقى. طب انا بجيب مش بوينت ديد لود، سوري، بوينت ويند لود. ويند لود بوينت ويند ايه لود. يبقى البوينت ويند لود عباره عن الويند لود اللي هو عباره عن السي اي في الكي في الكيو مضروبه في. طيب انا دلوقتي بجيب الجوينت ولا بجيب اللي على الكولوم؟ انا دلوقتي بجيب الجوينت، يبقى هضربها في الايه بقى زي ما احنا عارفين في الاس في الايه علشان اركزها. تمام. وتتقسم على كوزاين ايه الفا. خلاص. لان الحمل جاي بزاويه ميل زي ما احنا اتكلمنا عليها في الايه في البدايه. خلاص. طيب الديد لود عشان تبقى معلومه بس ليك، واللايف لود
هما اللي بيأثروا على طول. لو الممبر جاي كده هما اللي بيأثروا عمودي على الايه، عمودي على الايه الصفحة على طول. بيأثروا الانويت بتاعهم بيبقى عمودي على الايه، على الصفحة على طول. فده بيبقى الويت نازل، مش محتاج انك ايه بيأثر في السنترويد، فانت مش محتاج اساسا انك تقسمه على كوزين الفا. ده الديد لود واللايف لود. اما اللي بيتقسم على كوزين الفا هما حاجتين بس، الويند لود والكفر شيت. لان الويند لود بيجي بزاويه الرياح، اما بتيجي بتضرب كده بزاويه ميل كده، هو طالعه مع الايه، مع الممبر اللي معاك. تمام. اما الديد لود واللايف لود فدول بيأثروا على طول على الممبر ايه رأسه. طيب ده في الاس في ده كده الايه، يبقى عباره عن الويند لود في الاس في الايه على كوزين الفا. خلاص. طيب ده الويند لود. ده لو هجيب البوينت ويند لود في الايه، في الجوينت لود. طيب انا لو هجيب البوينت ويند لود على الكولوم بقى، يبقى الكولوم ده بيأثر عليه بس ايه من هنا لهنا، فبيأثر عليه اس بس. يبقى عبارة عن البوينت ديد لود، البوينت ويند لود. تمام. هيبقى عبارة عن البوينت ويند لود ادي يبقى البوينت ويند لود عبارة برضو عن الدبليو ويند لود اللي هو ده. تمام. بس المرة دي مضروبة في الايه، في الاس في الايه ولا في الاس بس؟ لا، هو بيشيل من هنا لهنا، يبقى هتضرب في الاس ايه بس. يبقى كده يبقى هيشيل في الايه، يبقى نضرب كده في الاس. خلاص. في الاس بس، مش هنضربها في الايه ولا هنقسم على كوزين الفا، لان ده كده ايه اللود هضربه عمودي ما فيهوش خالص حاجه. طيب ده كده البوينت ويند لود، وده كده الايه البوينت ويند لود، بس دوت على على الكولوم. تمام. ودوت على الايه، ودوت على الجوينتس. بس في ملحوظه، ده مش هيبقى بوينت، دوت هيبقى ديستريبيوشن او يونيفورم. ليه بقى؟ لان اولا لما انا اجي اضرب اس في ايه، يبقى ده كده بركز مساحه. اما عم اضرب في اس بس، وانا كده بركز ايه مش ما بركزش مساحه. انا اكني ايه، اكني هنا كاميرا مثلا شايله الجزء ده من الجزء ده، فهنا يبقى عباره عن دبليو ويند لود السي اي في الكي في الكيو مضروبه في الاس. مش هنقسم على حاجه، بس مش هتبقى ويند لود بقى، هتبقى مش هتبقى بوينت، هتبقى دبليو ويند لود. ويند لود هي اللي بتضرب العمود دوت. تمام. ديستريبيوشن لما نيجي ندخلها على السب ان شاء الله ندخل الويند لود اللي على الكولوم ايه ديستريبيوشن. اما هنيجي ندخلها على الجوينت فندخلها ايه يعني نيجي ندخلها على الجوينتس بتاعت راس ندخلها جوينت بس. تمام. او بوينت. خلاص. طيب تعالى نتكلم على السي اي في الكي في الكيو. والله الكي دوت السي اي في الكي في الكيو، سيبك من السي اي. الكي دوت اللي هو سرعه الرياح للمنشأ فيها، عادة بناخدها 70 كيلو جرام، وبنشوف احنا نستخدم المنشأ في انهي بلد بالظبط، ونشوف سرعه الرياح فيها في الكود. طيب الكي ده بيتوقف على ارتفاع المنشأ بتاعي. لو اقل من 10 فباخد الكي ده ب1، لو اكبر من 10 باخد الكي ده ب2. هنشوف دلوقتي القيم. اما السي اي هنتكلم عنها بقى. تمام. السي اي عباره عن ايه بقى؟ لو هنتكلم عن السي اي، السي اي بتتراوح بثلاث قيم عاده. يعني احنا عندنا المنبر المنشأ كده اهو. تمام. طيب السي اي يا اما قال لك لو الرياح بتضغط على المنبر على المنشأ بتضغط، يبقى السي اي دي بناخدها بوينت 8. تمام. لو السي اي بتعمل سحب للمنشأ ده كده اسمه سكشن، لو بيسحب. تمام. يبقى لو الرياح جايه لنا كده بيبقى بوينت ايه 8، وبتسحب من هنا يبقى بوينت نص. وعندنا هنا جوينت. تمام. الجوينت دي هتبقى طبعا عموديه على المنبر، هندخلها في لوكال اكسس 2 ان شاء الله. تمام. عموديه على المنبر. طيب هنا بما ان دي سحب بتبقى دي سكشن برضو بيبقى بوينت نص، يبقى دي بوينت 8، دي بوينت نص، ودي بوينت ايه نص. طيب تعالى بقى هنا الجزء ده، قال لك الجزء ده يا اما يكون عليه سكشن، يا اما يكون عليه بريشر، يا اما يكون عليه سحب، يا اما يكون عليه ضغط. قال لك الجزء ده بيعتمد على حاجه مهمه الا وهي تان ايه الفا. لو تان الفا اقل من ببوينت 4/10، يبقى في الحالة دي يبقى عليه سكشن سحب، وبتتاخد ببوينت كام
6. خلاص. طيب تاني، لو الجزء ده سكشن سحب يبقى كام؟ لو تان الفا اقل من 4/10 يبقى 0.6 من ايه؟ من 10. طيب خلاص. طيب ننزل بقى تحت نشوف الدنيا. احنا وصلنا لاحمال الويند لود اهو. بيقول لك بقى السي اي في الكي في الكيو المفروض تتضرب في الاس في الاي، هنشوف قدام. قال لك الكي ده معامل بيعتمد على الايه؟ الكي اهوت معامل التعرض يعتمد على ارتفاع المبنى. قال لك لو الكي بواحد، قال لك لو ارتفاع المبنى من 0 ل 10 فبناخد الكي 1، لو اكبر من كده من 10 ل 20 بيبقى 1.15 1.40 1.60، ودي ارتفاعات الايه؟ المبنى. بالنسبه للكي ضغط الرياح الاساسي يعتمد على المكان، وعاده ممكن نحسبه من القانون ده او على نشوف الايه؟ نشوفها من الكود وخلاص. القاهره، اسكندريه، مطروح، الفيوم، هو مثلا 33 36 42 و30، هو موجود تقريبا في الشرقيه ب 70، فاحنا هناخده ان شاء الله ب70. طيب ودي بقيه القيم. طيب تمام. عندنا طبعا نوعين من الويند لود، ويند لود رايت وويند لود ليفت. هو احنا عما جينا حسبنا فرضنا ان المنشأ كده اهوت، وحسبنا ده قلنا ده كده الايه؟ الويند لود. ده كده ويند لود ايه؟ رايت ولا ليفت؟ لا ليفت. هو لو انا عملته كده بس اقلبه، بدل ما هو بالشكل ده اللود اللي بالشكل ده، وليكن كان اللود هنا مثلا طلع قيمه وليكن كام؟ 68، يبقى هنا ال 68 يبقى دي هتتعمل حاله ودي هتتعمل حاله، بس مش اكتر. ان انا هدرس اللود اللي جاي من هنا وادرس اللود اللي جاي من هنا. هي طيب خلاص. قال لك هنا الايه؟ الويند لود. الويند لود هنا بيضغط يبقى السي 1 بريشر 8/10، اما هنا سحب يبقى سكشن ببوينت كام؟ نص، وهنا برضو يبقى سحب ببوينت نص، اما دي بيبقى عليها ايه؟ اما سحب يا اما ايه؟ بريشر. لو تان الفا اقل من 0.6 0.4 فالكلام ده، لو تان الفا اقل من 0.4، وعادة احنا واخدين تان الفا اقل من 0.4 بكتير، احنا واخدينها 1/10 ماشي، احنا واخدينها 1/10، فهي كده اقل من 0.4 فناخدها ان شاء الله بوينت كام؟ 6. طيب هنا في الكتاب دوت هو معرفها بوينت كام؟ نص. هو واخد الاتنين ببوينت نص، هي مش هتفرق كتير قوي يعني، هو واخد دي كمان ببوينت نص، مش هتفرق كتير قوي في الاحمال. بوينت نص من بوينت 6، بس الصح الموجوده في الكود هي بوينت 6. طيب وده بقى يبدا يقول لك امثله. طب تعالى نشوف مثال بسيط كده بسرعه. بيقول لك طبعا الايه؟ الكالكوليشن مش عارف ايه كده، اللود وبتاع. هنا 7 متر و2 متر، وهنا معاك كام؟ 16 متر 16 متر. طيب وهنا زاويه الميل 1 لايه؟ ل10. هننزل تحت. بيقول لك اول حاجه الديد لود، فهناخد الويت كفر بكام؟ ب6، والدبليو اس الاسبان 16 اقل من 20 فهناخدها كام؟ 20 الدبليو اس. طب تعالى بقى ناخد البوينت ديد لود. البوينت ديد لود عباره عن الدبليو في الاس في الاي. ادي الدبليو اللي هو كام؟ 20 في الاس في الاي، الاس ب2 في الاي ب6 زائد الدبليو كفر. طيب الدبليو كفر ده مش مهندس عباره هاخده هنا ب6. طيب ب6 في الاس في الايه على كوزين الفا. شوف هو تان 1/10 الالفا بتاعتها 5.1 وايه؟ و70. طيب وجبنا البوينت ديد لود بالكيلو جرام. هنجيب اللايف لود عباره عن 60 لانه سطح غير مستخدم، 60 ناقص 66.67 تان الفا، ونقول 60 ناقص 0.6667 تان الفا. نشوف تان الفا بكام؟ 5.71. تمام. يبقى جبنا الدبليو لايف لود. هناخد الدبليو لايف لود ضربها في الاس في الايه، هنطلع ايه؟ 640 الايه؟ البوينت لايف لود. تعالى بقى نشوف حمل الرياح. قال لك الهاي ب9 يبقى الكيب 1، وخد الكيو خدها بكام؟ ب68. يا اما نطبق القانون ده او نفتح الكود نجيبها على طول. تمام. خدها بوينت كام؟ 68. ادي 1 الكيب 1 والكيو كام؟ ب68. طيب السي اي ببوينت 8، السي 2 اللي هي بوينت نسلوب، السي 1 بوينت 8 اللي هو بيضغط من هنا، سي 1 ببوينت 8، اما السي 2 هنا بوينت نص. السي 1 هي بوينت 8، السي 2 مش عارف هنا سلوب سالب 8 ماشي. سي 3 اهم حاجه بوينت نص، سي 4 خدها برضو بوينت نص، المفروض تتاخد ببوينت كام؟ ببوينت 6. تمام.
بعد كده طبق بقى برضو السي اي في الكي في الكيو، بعد كده ضربها السي اي في الكي في الكيو وخدها 54 ضربها في اس والكلام ده كله. طيب وبقى ده عنده حالة تحميل الديد لود وحالة تحميل اللايف لود وحالة تحميل الويند لود، تمام، وحالة تحميل الويند لود. هو ده بس ده ليفت وده رايت، يعني هنا 326 هنا تبقى 326. طيب نقفل ده كده خلصناه. تعالى بس نفتح دوت. ادي اللود اللي بنتكلمنا عنه. اول حاجه الديد لود. طيب ده لو هنتكلم عن الديد لود فاتكلمنا عليه، تمام. ده اللايف لود برضو اتكلمنا عليه. تعالى نشوف بس حته الايه احمال الرياح. طيب هنا كام؟ ده اللي هو ايوه اهو، ده بقى اللي هو الايه الكيو هناك كان في الكتاب اللي هو دوت كان بيحسبه بالايه بقانون. اما هنا القانون هنا موجود بيقول لك مثلا هنا الايه الكايرو كام ب70، احنا كايرو اسيوط بالبس بناخدها ب70 كيلو جرام. طيب ده بالنسبه للايه للجزء اللي احنا كنا مختلفين عنه هناك، ده في الكي. تعالى هنا في السي اي في الكي في الكيو. طيب مش هتفرق كتير اهوت الجزء دوت هنا ضغط بوينت 8 وهنا سحب بوينت نص وهنا سحب بوينت نص، والسي اي دي بتعتمد على الشكل، بتعتمد على تان الفا، تمام. تعالى هنا في مسألة محلولة. تمام، عندنا هنا البوينت ديد لود اهو مضروبة في بوينت كام؟ مضروبة في بوينت 6، بوينت 8، بوينت نص، بوينت نص، بوينت كام؟ 6. وده برضو كان الاختلاف اللي احنا كنا قايلين عليه. طيب انا دلوقتي مش هفضل احسب يا باشمهندس ايه الديد لود لكل منشأ مانوال، لا ده انا بس بشرح وبديك فكرة عنه. احنا نخش على الورك هنا ونخش على الستيل ونخش نجيب شيت الدبليو لايف لود، الدبليو لود اهو. هنقول كوبي ونقفل ده كده ونروح للسيشن بتاعنا سيشن 3 ونعمل باست، تمام، ونعمل ريفريش. وده ممكن نعمل له رينيم، تمام، ونسميه احنا بقى ايه لود، لان احنا الجزء بتاعنا عندنا حاجتين، عندنا تراس وعندنا فريم، فاحنا ممكن نعمل لود للتراس اللي احنا شرحناه. انتر، تمام، ونفتح الايه الكلام ده كله. تمام. تعال نشوف بقى. بيقول لك اهو ده شيت بسيط كده انا عملته ما فيهوش اي حاجه. بيقول لك الاس اللي هي المسافه بين التراس. احنا واخدين ان المسافه بين تراس، لو نسيت يا باشمهندس هترجع، لان مثلا ممكن المنشأ تعمله مثلا كل جزء مثلا كل اسبوع او كل 3 ايام، فكون نسيت انت كنت واخد الاسبانات بكام معاك انت يا باشمهندس. سيشن 2 في الجزء اللي احنا عملناه ده هتاخده كوبي برده وتروح تحطه في سيشن كام 3 اهوت وتقول لي ايه باست، تمام. وبرده ناخد ايه ماشي. بعد كده نفتح برده اللاي اوت ونفتح برده النمبر اوف مين سيستم عشان ما نغلطش في حاجه، تمام. طيب احنا كده فتحنا اهوت الشيت اللي احنا كنا عاملينه. نمبر اوف مين تراس كان 11 فريم والمسافه اللي بينهم كام؟ كانت 5 متر. طيب عقبال بس ما الاوتوكاد يفتح هنشوف كده اهوت ونخش هنا. طيب الاس هنا كام؟ 5 متر. طيب 5 متر. طيب الايه احنا كنا واخدينها كام؟ دلوقتي احنا بنجيب اللود على التراس، لود فريم اون تراس. دلوقتي هو بص الشيت ده منقسم لقسمين. انت بتدخل الداتا وهو بيطلع لك الاحمال الموجوده على الفريم لو عندك فريم، ماشي، وطلع لك الاحمال الموجوده لو عندك ايه تراس. دلوقتي احنا هنشتغل فريم، فعندك الايه في الفريم كنا واخدينها كام؟ الايه سوري في التراس كنا واخدينها 1 بوينت ديستريبيوشن بس، ماشي، ازاي 1.156 تقريبا يعني. هنشوف ايه اف 8. لا احنا مش كنا واخدينها كده. تعال نشوف مش ده ولا ايه اهو.
تمام. 1.56 اللي احنا كنا واخدينها هنا في التراس اهي الاس 1.56 و25. طيب الايه احنا كنا شغالين في التراس اللي هو 1.56 تمام، عشان نبقى الحمل دقيق بس. 1 كام 56 5 وايه كده 25. طيب الديد لود احنا عندنا الفريم بيقول لك الايه، بيقول لك يتراوح ما بين 20 ل 40 كيلو جرام، فاحنا ايه هناخدها كام 25 كيلو جرام لان الاسبان عندنا 25 متر. طيب الويت كفر، الويت كفر هنا لو بصيت يقول لك بيتراوح من 5 ل 10 كيلو جرام، احنا هناخدها كام 7 كيلو جرام. طيب الكي هتاخدها بقد ايه؟ الكي طبعا المنشأ بتاعنا اقل من 10 متر فناخده بواحد. طبعا الكيو هناخدها نعتبر المنشأ بتاعنا في القاهرة في 70 كيلو جرام كويس. الفيرتيكال سلوب اللي هو ميل 1 ل 10. طيب السي اي اللي هتضغط هنا 0.8. طيب السي اي اللي هتسحب من هنا بوينت نص. طيب السي اي اللي هنا بوينت نص وبوينت 6 عادة ما بتتغيرش. سيتا طبعا سيتا زاوية الميل كام؟ احنا بما انه ميل 1 ل 10 تبقى زاوية الميل 5.71. الزاوية ده ممكن ده بس انا عامله منظر في النوتة الحسابية، انت ممكن بس ايه تغيره في الشيت الجاي نغيره ان شاء الله. طيب دلوقتي 5.71 كده جبنا اللود اوف ايه تراس. طيب اللود هيبقى للتراس اهو، يبقى عبارة اللود في التراس عبارة عن السي اي. البوينت ديد لود عبارة عن 0.250. تمام. طيب واللايف لود هيبقى عبارة عن بوينت 41 طن. طيب تعالى بقى نشوف يبقى ايه اللي موجود دلوقتي. قال لك السي اي ابر وين 0.6، بيقول لك السي اي ابر ليفت وين 0.6، يعني السي اي لما كانت ب 0.6 اللي هي الجزء هنا، تمام، الجزء هنا كان البوينت لود، لان ده بوينت لود اهو 0.329، والسي اي ابر رايت اللي هي دي لما كانت بنص اللود بتاعها كان كذا. طيب اما الديستريبيوشن بقى ده بوينت، ده يبقى ديستريبيوشن يبقى على الكولوم السي اي ليفت والسي اي رايت، تمام، اللي هو ده وايه وده. تعالى ننزل تحت هتلاقيه برده هو كاتب لك، قال لك يبقى هنا هتحط لي بوينت ديد لود عباره عن ايه بوينت 25. طيب وهنا برده بوينت ديد لود عباره عن 41 بوينت لايف لود 41. اما هنا فيبقى معاك ويند لود ليفت، ويند لود ليفت. فالويند لود ليفت يبقى بوينت 28 اللي هو دوت اهوت، تمام. وهيبقى ضغط هنا كام، سحب هنا بوينت كام، طبعا بوينت 175 اللي هو دوت، اللي هو عبارة عن السي اي في الكي في الكيو في الاس، تمام. بس السي اي هنا هتختلف عن السي اي هنا. السي اي هنا بوينت نص، اما هنا السي اي بوينت كام بوينت هنا بوينت نص بوينت 8، اما هنا بوينت نص. اما هنا يبقى سكشن ده اللي هو هيبقى سحب، هيبقى عبارة عن ده بوينت لود بقى، اما ده ديستريبيوشن، اما ده هيبقى بوينت لود، هيبقى عبارة عن بوينت كام بوينت 325 بوينت 27 بوينت 325 اهو بوينت 27. هو الحالة التالتة بقى اللي هو ده الويند، لو ده ليفت هيبقى ده ايه الرايت، هو بقى بس اعكس ماشي، بدل ما اللود كان بالحمل الرياح بيضرب الناحية دي، لا هيضرب بقى الناحية دي، خلاص. طيب وده اللود كومباينيشن حالات التحميل ده لو هنشتغل التيميت عبارة عن الديد لود زائد اللايف لود مضروب في 1.2، ومعاك الديد لود واللايف لود والويند لود رايت، ديد لود ولايف لود ويند لود ليفت، وديد لود ويند لود رايت، ديد لود ويند لود ليفت. وبناخد بنعمل حالة تحميل اسمها الانفلوب اللي هي بناخد الماكس. ممكن هنا نشيل 1.2 ده لو هنشتغل ايه وركينج، بس احنا هنشتغل التيميت نضرب في 1.2، ده على حسب ليك حرية الاختيار، عايز تشيل 1.2 مش هتفرق يعني. فده اللود الايه، ده اللود تراس، هتقول سيف هتسيفه، يبقى ده كده احمال الايه التراس، تمام. هنيجي من هنا تاني برضو هنقول هنا برضو اللود تراس اند فريم كوبي، واقفل ده ونخش في سيشن 3 بتاعنا ونقول باست. خلاص لود تراس اند فريم هيبقى رينيم، طبعا لود ايه هيبقى لود للفريم. احنا عندنا جزئين فريم وتراس، الاهات مختلفة وفي حاجات مختلفة، فانا مش هقدر اعملهم ايه الاتنين في نفس الشيت. ينفع اقدر اعملهم الاتنين في نفس الشيت؟ ينفع، لان الشيت اصلا معمول للاتنين، بس لو الابعاد ايه مش مختلفة. تعالى بقى هنا الاس بكام، الاس ب5 متر.
طيب الايه، هنفتح الاوتوكاد ونشوف الايه بتاعة الفريم بكام. الفريم اللي هو الجزء ده اللي هو معمول باحمر ب2 متر، ب2 متر. تمام. الديد لود احنا عندنا 20 كيلو جرام، هناخدها برضو 25 كيلو جرام، والويت كفر برضو هناخدها ب7 كيلو جرام. الكي اقل من 10 بواحد، وده نفرده في القاهرة ب70 كيلو جرام. بس الميل مش يبقى 1:10، بالعكس يبقى ب1:8. تمام. زي ما احنا قلنا اهو 1:8، لان مش هينفع 1:10، لان عم عملناها 1:10 طلعت بكام؟ ب1.25. طلعت ب1 متر، واحنا قربنا ل 1.25، فلازم اطلع الاكس. خلاص. طيب 1:10. فضل سيتا، نقدر نحسب سيتا بقى، نقدر نحسبها. عندنا هيمشي رأسي 1، هيمشي افقي كام؟ الميل 1:8. وده هيبقى تمام. خلاص. طيب هيبقى 1:8. طب سيتا بقى عبارة عن ايه؟ كوزين سيتا المجاور على الوتر. مش هتبقى كوساين بقى، هتبقى تان. يبقى تان سيتا عبارة عن مقابل 1/8، يبقى السيتا تطلع بكام؟ 1 تان سيتا 1/8، هيبقى 7.12. يبقى دي زاوية الميل بتاعة الايه الفريم، يبقى هنا 7.12. تمام. 7.12، وهنا تمام مفيش مشاكل. مش هتغير كتير عن الفريم نوع، بس الزاوية هي اللي هتتغير. تعال بقى نشوف اللود للفريم. ادي الديستريبيوشن. طبعا الفريم هيبقى ديستريبيوشن، مش هيبقى بوينت لود. فعندنا الديستريبيوشن ديد لود، وعندنا الديستريبيوشن لايف لود، وعندنا طبعا السي اي ليفت يبقى عليها ديستريبيوشن قد ايه، وين 28. وهنا يبقى رايت بوينت كام؟ بوينت 1.75. اما هنا الابر والليفت هيبقى عليها ديستريبيوشن كام؟ بوينت 1.2. وهنا بوينت 1.7. وده في الايه ودوت هيبقى هو ده على اهو ديستريبيوشن، وده يبقى على ديستريبيوشن لايف لود، ديستريبيوشن ديد لود. تمام. اما هنا يبقى ديستريبيوشن ويند ليفت لود، هيبقى كده ضغط، هنا ساحب، هنا ساحب، هنا برضو ساحب، وهنا برضو العكس. تمام. نسيف ده نسيف. طيب كده احنا حسبنا كله. اتفضل بس ان انا اخش ان شاء الله المنشأ على الساب وندخل الاحمال دي، وان شاء الله نكمل الموضوع المحاضرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.